لمة العائلة تاج على الراس، تنشر المحبة وتزيد الإحساس. الخبز لا تكفي والنية تزيد، والرحمة تجمع وتقرب البعيد. ربي يديمها بالستر والهنا، يحفظ العرش في الليل والضحى. هلا بيكم أحباباتي خياتي في المطبخ. أغيزاني لبغيتوا ربي ما تنسوناش بجام كومنتير اشتراك على الأقل باه نعرف بلي عجبتكم الوصفة. نبداو. اليوم جبت لكم طريقة أخرى لإعداد الدجاج. هذه الطريقة سموها الرولي تاع الدجاج، كما راكي تشوفي في هذا الشكل تاعنا الزيتون والسرودية والمرق الأخير اللي نبدأ نمرق به. ديريه في لمة العائلة. بسم الله بديت وعلى النبي صليت. جبت لكم زوج حبات تاع بطاطا مقطعين دوائر، زوج حبات طماطم أكبر، وكذلك زوج حبات بصل كبير وزوج حبات زرودية. جبت لكم التوابل تاعنا المعتادة اللي نديرها في أي وصفة اللي قدمتها لكم في اليوتيوب: الكركم، سك الجبير، الفلفل الأحمر، الكروية، الكمون والملح وعود تاع قرفة. جبت لكم القزبر وحبة بيض وكاس معمر حبات تاع زيتون. وهذه الدجاجة الكاملة، سواء دجاجة من الحجم الكبير ولا دجاجة من الحجم الصغير. كاين بزاف منكم اللي ما يعرفش يقطع الدجاج، فهنايا وريت لكم طريقة تقطيع الدجاج. انا واش ندير هنايا؟ غادي نحي العظم ونخلي اللحم، لانه اللحم غادي يستحقه باه ندير الرولي تاع الدجاج. جبت زوج خدامة، خدمي كبير وخدمي صغير. خدمي الصغير يخليني نفصل، والخدمي الكبير هو اللي يعاوني على اني نقطعها. قسمتها في الوسط وبديت نحي في العظم كما راكي تشوفي، غير بشوية وحكميها غاية وبلاكي تجرحي يدك. بعد رحت للأفخاذ حليتهم في الوسط وبديت نحي في العظم. هذا هو العظم اللي راكي تشوفي فيه، اللي راني جبت فيه درك، غير بشوية. وهنايا بعد ما نحيت العظم بقى لي غير اللحم. جبت هذاك اللي دكوا به في المهراس وبديت ندك فيه، دوكي فيه غير بشويه بلا ما يتبششناش اللحم. انا الغرض تاعي من الدك هو اني نرقق الطبقه تاع اللحم الغليظه، نديرها رقيقه باه يسهل عليا فيما بعد اني نرولي الدجاج غير بشويه. ومن بعد نخلي اللحم تاعنا بعد ما درتو طبقه رقيقه، ونجيب اللحم مقطع نحطها في هذيك اللي تطحن غير بشويه. نزيد موراها حبه تاع بصل مقطعه، ومن بعد نجيب الغطاء تاعي. الغطاء تاعي نحكم الاغلاق باه ما تصراناش به ديالو كارثه. غير بشويه وندخل الخيط في الكهرباء ونبدا نخلط. بعد ما يتخلط البصل غاية الغاية، نجيب انايا القزبر. هنا نزيد تاني نخلط، وهذا هو المزيج تاعي. كسرت فوقه حبة تاع بيض، جبت التوابل تاعي المعروفة: الكركم، الفلفل الأحمر والملح والكمون والكروية، وقلعت منها العود تاع القرفة. العود تاع القرفة ما حطيتوش هنا، هذا العود تاع القرفة اللي وريته لكم في البداية غادي نديره مع التالي. نجيب موراها مغرف ونبدا نمسج في المكونات، ندخلهم في بعضهم غاية الغاية غير بشوية. ومن بعد نرو نعاود نرجع للحم تاعي، نجيب الخيط وندخليه تحت الطبقه الرقيقه تاع اللحم، ما نوصله لا في الوسط لا في التالي كما راكي تشوفي هنايا بهذه الطريقه. الحشو تاعي اللي خلطته غادي ننشرها على الطبقه الرقيقه هذه تاع اللحم، ونبدا نشرها غير بشويه بلا ما نضغط، ما تخليه حتى بلاصه خاويه، غير بشويه كما راكي تشوفي.
حتى نكمل الحشو التاعي. من بعد موراها نلويه على الجهة، على العرض ويكون مفروع على الطول. انا نجي هذيك من الجهه الاخرى ونلويه، بعد نروح للجهه الزوجه ونلويه ونحكم الاغلاق في الوسط. اكدي لي تاع الحشو ما يخرجش، انه الا خرج الحشو كلي ما درتي والو. غير بشويه نغلقها غايه الغايه كما راكي تشوفي، كوني حريصه انه الحشو ما يخرج. وبعد نجيب هذاك الخيط نعقده هنا، تفهمي عليه انا درته من تحت باه ما يغبنيش، ما نقعدش نلوي. عاوتاني نقعد انايا نلوي ويخرج الحشو وتصرالي تبهديله، حطه غير من تحت ونعقده من الفوق. عقديه غايه الغايه، زيري عليه هذا بشويه عليك، ونبدا تاني ندخله، ولكن هذه المره ما نعقدش، نبدا نلوي. من بعد لويته حكمي مع الطرف باه ما يخرج لكش الحشو. مع التالي نوي تقعدي تلويك شغل راكي تضغطي على الطبقه تاع اللحم، فالحشو يولي يخرج من تحت. وقفيه من تحت من تقعدي تلوي. سما انا واش درت هنايا، عقدته من الفوق، لويته في الوسط، وتاني نعاود نعقده من التحت باش يولي معقود. نجيب انايا الورق تاع الطهي نعاود نديره فوقه، ونعاود ندير الخيط للمره الزوجه باه ما يخرجليش اللحم. انا نجيب هنايا البلاط تاعي، انت عندك بلاك بير جيبي بلاك بير على حسب عدد افراد العائله. نجيب القليل من الزبده ندهنها غايه الغايه باه يطلق البنه وما يلصقليش ما تلصقليش الماكله. غير بشويه كما راكي تشوفي. نزيد مورا ما طليت الزبده نجيب الزروديه المقطعه ضوائر، زوج حبات تاع زروديه مقطعين، نستفهم ونزيد فوقها زوج حبات تاع بطاطا كبار مقطعين. نبدا نستف غير بشويه، وكدي تاع تخلي بلاصه مع التالي، دوك تفهمي عليها تخلي بلاصه مع التالي. غير بشويه ستفيهم غير بشويه وحده فوق وحده. انا هنايا درت غير بطاطا وسروديه، انت تحبي ديري كورجيت مع البطاطا كما تحبي. لكم حريه الاختيار والتنويع في الخضره. جبت هنايا انايا البصل، حبه بصله كبيره ومقطعه. غير بشويه ثاني، وبعد نزيد موراها كاس فيه حبه تاع زيت تاع الزيتون، هذوك اللي شته مع البديه. انا نجهز على الطرف الاخر الصلصه تاعنا اللي غادي نمرق بها. جبت هنايا زوج حبه تاع طماطم كبار مبشورين، بشرتهم غايه الغايه وخلطتهم. ومن بعد زدت فوقها التوابل تاعنا، زدت نفس التوابل اللي درتهم في هذاك الحشو. من بعد ندير مغرفه كبيره طماطم مصبره. انا درت عود قرفه مع التالي في هذيك كما راك تشوفي. نعاود نرجع للمرق تاعنا. خلط غاية الغاية. وهنا كما راكي تشوفي انا صاي نعاود راني نزيد فيها دوك الاربع كيسان تاع المدافي. ومن بعد نزيد موراها الحشيش تاعنا اللي هو القزبر. تحبي ديري معدنوس ولا قزبر؟ انا ننصحك بالحشيش مع التالين. ما تحبش الحشيش تقولك لا وكاع، هذا هو اللي يطلع، هذا هو سر البنه تاع المرق تاعنا. خلطيه غير بشويه، شوفي ما شاء الله اللون الاحمر. غير بشويه ومرقي به. تاكدي بلي المرق يدخل كاع في الوسط، هذه الصلصه تاعنا تدخل كاع بين المكونات، ما تخلي حتى بلاصه في الطرف في الوسط، ما تخلي حتى حيه.
ومن بعد تجيبي هذاك اللي قلت لك الغريان المقمط، هذاك الدجاج تاعنا حطيه دروك، فهمتي علاه قلت لك خلي بلاصه مع التالي، ما تقبنيش باه تخلي بلاصه للرولي تاعنا. هذا هو. نجيب انايا الابره ونبدا نثقف فيه باه يتنفس، ندخله ونخرجه هنا. بعد ما خرجته من الفرن كان هنايا في ورق الطهي، كي تشوفي ورق الطهي حمار تقلعيه، تخرجيه وتقلعيه. هنايا قلعته وبعد تعاودي تدخليه يولي حمر، ما طيبيش واش خطرت ورق بالطهي وبلا ورق طهي. هذا هو